المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء أستهلها بالعناوين. 4 ملايين نقفة لإعالة أسر الشهداء والمحتاجين في جنوب البحر الأحمر. الخدمات الاجتماعية في حقها تسهم في استقرار حياة المواطنين المعيشين. تطور خدمات رعاية الأمومة والطفولة في بريخ. مقتل 13 جنديا في كمين لجهاديين شمال شرقي نيجيريا. بوتين يقود قمة مع زعماء أذربيجان وأرمينيا لمناقشة ملف إقليم كرباخ. والسلطات الأسترالية تعلن التهام الحرائق آلاف الهكتارات بجنوب البلاد. السلام عليكم ورحمة الله. أوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإنابة في إقليم جنوب البحر الأحمر سيد يوسف السهي تقديم أكثر من 4 ملايين نقفة لإعالة أسر الشهداء والمحتاجين عام 2020، منها أكثر من 3 ملايين نقفة لإعالة أسر الشهداء. وقال إن الحكومة تقوم بالدعم اللازم لضمان سلامة المواطنين إضافة إلى الدعم الشعبي، مشيدا بمبادرة الشباب العمال في مدينة عصب لإعالة 30 أسرة شهيد. وذكر العمل بالاهتمام للجهات المحتاجة خاصة مع إجراءات التصدي لكورونا، وتقديم الدعم المالي الحكومي والشعبي لأسر الشهداء والمعاقين والأسر المحتاجة، داعيا للدفع بالمساعدات الفردية والجماعية. وأشار إلى تأهيل 53 أسرة بالماشية في مديريات الرعتة ووسط دنكاليا وجنوب دنكاليا، إضافة إلى تأهيل 23 أسرة محتاجة في عصب بالأدوات حسب خياراتها. وأوضح السيد يوسف أن برامج هذه السنة تشمل القيام بدراسات عن التغيير الذي أحدثته برامج التأهيل والدعم للدفع بها قدما، مناشدا لتعزيز دور الشركاء. تسهم مؤسسات الخدمات الاجتماعية في مديرية حقات خاصة الخدمات التعليمية والصحية وكذلك خدمات المياه والمواصلات في استقرار حياة المواطنين المعيشية. وفي المقابلة التي أجرتها وكالة الأنباء الإريترية مع المدير التنفيذي للمديرية السيد تخلا هيمانوت موسائيل، ذكر بأن الجهود الجارية لتأمين الخدمات التعليمية أدت إلى بناء 29 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، لذلك تشهد المديرية مشاركة مرضية في مائدة التعليم. وأشار إلى وجود مستشفى عمومي و6 مراكز صحية ونقطتين صحيتين تقدم خدمات صحية ناجعة للمواطنين عن قرب. وأفاد بأن أكثر من 85% من سكان المديرية يحصلون على خدمات مياه شرب صالحة، لكن سوء الإدارة والأضرار الناجمة عنها إضافة إلى عدم تجمع بعض القرى ظل يؤثر سلبا على تلك الخدمة، داعيا للاتسام بإدارة رشيدة ورعاية جادة. وقال إن الأعمال المنجزة في خدمات المواصلات ساعدت إلى افتتاح خطوط من حقات إلى كل من كرن وعدردي وغردات ومنصورة وحشيشاي، وخط آخر يجري صيانته عبر أنشطة نفير جماهيري ينطلق من جلاس ويمر عبر كل من عد أري وشبخ وعد عمر ويمتد حتى ضاحية جولة. وأوضح أن توسيع انتشار رقعة خدمات التيار الكهربائي والهواتف المتنقلة من أهم برامج 2021. في غضون ذلك أشادت إدارة مديرية حقات في التقييم السنوي الجاري لتنفيذ برامج التنمية بأنشطة جماهيرية ناجحة ساهمت في استصلاح مساقط المياه وبناء المدرجات في الأراضي الزراعية وبرامج الإصلاح البيئي وجهود أصحاب البساتين الجارية لاستقرار الأسواق.
أعلن مكتب وزارة الصحة في مديرية بريخ ارتفاع خدمات الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال بأكثر من 13%. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد أمان حديش أن الوعي الصحي وجهود المهنيين الصحيين زاد من مراجعة الحوامل للمؤسسات الصحية بنسبة 12%، والولادة في المؤسسات الصحية بنسبة 10%، وتطعيم الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 18%. وأشار إلى تقديم 12 نوعا من التطعيم للأطفال، داعيا إلى الاهتمام بالمعدات الطبية تماشيا مع الكثافة السكانية والخدمات المقدمة. أعرب السكان عن الارتياح للخدمات المقدمة، مطالبين بحل النقص في الأدوية خاصة مع عدم الحركة تنفيذا لإجراءات التصدي لوباء كورونا. ويوجد في مديرية بريخ مركز صحي في صعدة كريستيان و3 عيادات في هزقة واسع الزقة وعد شماقله. عقدت القائمة بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة وين قرزقهير في 8 يناير الجاري في الرياض سمينارا لممثلي التنظيمات الوطنية. وبعد أن قدمت السيدة ويني توضيحا مفصلا حول الأوضاع الراهنة وتطوراتها في بلادنا ومنطقتنا، نوهت بأن أي مرحلة جديدة لها فرصها وتحدياتها، وعلى كل مواطن الاتسام بالوعي والذكاء العالي بما يتماشى مع تلك المراحل. كما قدمت السيدة ويني توضيحا حول أوضاع فيروس كورونا وتأثيره على حياة المواطنين الإريتريين المعيشية في الداخل والخارج، بالإضافة إلى المساعي الحكومية والشعبية الجارية للحد من انتشار الوباء، مشيدة بالمساهمة الفعالة التي قام بها المواطن في المملكة العربية السعودية لدعم ومساعدة جهته في الداخل. وأشارت إلى تأثر الشؤون القنصلية جراء القيود المفروضة للوقاية من كوفيد-19 لينخفض بنسبة 37% مقارنة بعام 2019. في الختام ردت السيدة ويني على أسئلة واستفسارات قدمت في السمينار. قام مكتب القانون والنظام في مديرية عصب بإحراق المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية التي ضبطت في المتاجر. أوضح مسؤول المكتب السيد حسن عبدو أن ظاهرة بيع المواد منتهية الصلاحية انخفضت نتيجة الرقابة ومعاقبة بائعيها، مذكرا بأن المواد المنتهية الصلاحية تتسبب بأضرار صحية وبيئية ويجب تجنب بيعها وملاحظة المشترين لتاريخ الصلاحية. على الصعيد نفسه، أوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية وسط دنكاليا سيد أحمد آدم إحراق مواد غذائية منتهية الصلاحية تشمل السكر والدقيق الأبيض والمشروبات في عده. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. أعلنت مصادر عسكرية في نيجيريا مقتل 13 جنديا في كمين نصبه عناصر مرتبطة بتنظيم ولاية غربي إفريقيا في ولاية يوبي شمال شرقي البلاد. وقالت المصادر حسب ما ذكر راديو إفريقيا واحد إن عناصر هذا التنظيم أطلقوا النار على رتل عسكري بالأسلحة الثقيلة وقاذفات الصواريخ في قرية جازاجانا قرب بلدة جويبا على بعد 30 كيلومترا من عاصمة الولاية داماتورو. وأضافت أن الرتل العسكري كان في طريقه إلى قاعدة عسكرية تقع في بلدة بنيادي على بعد 50 كيلومترا من داماتورو. يذكر أن منطقة بنيادي تعد أحد معاقل هذا التنظيم الذي يشن هجمات ضد الجنود. عقدت قمة ثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في العاصمة الروسية موسكو لمناقشة ملف إقليم كرباخ. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جهود الوساطة الروسية تهدف إلى وقف إطلاق نار دائم في ناغورني كرباخ. وشكر بوتين في مستهل لقائه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في موسكو على استجابتهما الإيجابية لجهود الوساطة التي يبذلها الجانب الروسي، والتي كانت تهدف إلى المساعدة في وقف إراقة الدماء واستقرار الوضع وتحقيق وقف إطلاق نار مستدام في كرباخ.
وذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان أنه وفي إطار تنسيق عمل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أجرى الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، حيث بحث الرئيسان بعض المسائل المرتبطة باللقاء الثلاثي. أعلنت السلطات الأسترالية أن الحرائق التي اندلعت ببلدة لوسينديل الواقعة جنوب البلاد أجبرت 100 شخص على الأقل على ترك ديارهم بعد أن التهمت النيران 14 ألف هكتار على الأقل، وخرجت عن السيطرة لتهديد سلامتهم. وذكرت السلطات أن درجات الحرارة المرتفعة ساعدت النيران على الاستمرار في الاشتعال والتهام المزيد من المساحات في بلاكفورد، ما اضطر السلطات إلى توجيه تحذيرات عاجلة بهذا الشأن إلى السكان. وجندت السلطات حوالي 200 عنصر من رجال المطافئ على الأرض و6 طائرات إطفاء في الجو، وتتوقع استمرار هذه الحرائق في انتظار تمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليها. قال مسؤولون إن الأمطار الغزيرة التي هطلت بغرب إندونيسيا أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 18 آخرين. وذكر متحدث إندونيسي أن الانهيار الأرضي وقع على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة جاكرتا في قرية سيهانجونج في جاوا الغربية. وقال إن من بين الضحايا عمال إغاثة. وتكافح السلطات في جاوا الغربية لجلب الإمدادات الثقيلة لإزالة الأنقاض، حيث أغلقت الانهيارات الأرضية الطرق والجسر، وتسببت الأمطار الغزيرة والمد العالي في الأيام الأخيرة في حدوث عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات الهائلة في معظم أنحاء إندونيسيا، وهي سلسلة تضم أكثر من 17 ألف جزيرة، حيث غمر ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من الأنهار. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإفطارية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.